شغلتنا يا صديقي تلخيص وتظبيط الافلام لحضرتك عشان تستمتع بيها وانت بتشوفها. لو ما سمعتنيش قبل كده يسعدني انك تسمعني وتتابعني، ولو هتتابعنا يبقى تصلي على النبي الاول وتروح تجيب القهوه الجميله بتاعتك. ويا ريت قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. بنرجع بالذاكره لورا وبنفتكر ان المعلم اي بي قدر يهزم القائد ميورا، وبنشوف ان تشوان وهو رايح ينقذ المعلم اي بي خد طلقه في دماغه واللي اثرت عليه واثرت على حياته، بمعنى اصح بقى مجنون. بنشوف المعلم اي بي في هونج كونج بعد ما خف وبدأ ان هو يرجع يتمرن تاني، وبنشوف المعلم اي بي هو بيحاول يأجر سطح البيت اللي عايش فيه عشان يفتح فيه مدرسة ويدرب فيه الطلاب، وعمل له كده شوية اعلانات عشان ينشرهم في المكان عشان يقدر يجيب طلاب يعلمهم وياخد منهم فلوس يقدر يعيش بيها هو واسرته. فجارته بتيجي وبيبقى المعلم اي بي صعبان عليها وبتقول له ان شاء الله هيجي لك طلاب، ممكن انشر الغسيل بتاعي ده على السطح. ودايما كان بيبقى المعلم اي بي مهموم لانه ما معهوش فلوس وعاوز يبقى عنده عدد من الطلاب عشان يقدر يفتح مدرسة ويجيب منها فلوس. بيحاول المعلم اي بي يملى وقت فراغه، فبيروح لمراته تشينج السوق واللي كانت حامل، وبيحبها جدا لدرجة انه بيشيل مكانها المية من السوق وبيرجعوا البيت وبيعمل تدليك لرجليها لان رجليها وجعاها. بعد كده ابنه بيطلب منهم فلوس المدرسة فمراته تشينج بتديها. بعد كده بتيجي صاحبة الشقة تخبط عليهم لانها عايزة الايجار، فتشينج بتقول له ما تفتحش الباب احنا ما معناش فلوس، وبيبقى باين كده ان حالتهم صعبة قوي. تاني يوم الصبح بنلاقي المعلم اي بي قاعد على السطح مستني اي طلاب يقولوا بناء على الاعلان اللي عمله. وبنشوف جارته برضه وهي طالعه تنشر الغسيل وبتساله بتقول له ايه الاخبار مفيش طلاب جولك؟ فرد عليها المعلم اي بي وقال لها لا لسه، انا هاخد الغسيل انا وانشره. وهو عمال ينشر الغسيل لجارته بيوصل شاب ومعاه الاعلان بتاع المعلم اي بي، ولما دخل سال الست جارته قال لها هو انت اللي بتعلمي اسلوب الوينج تشون؟ فالست بتنده على اي بي وبتقول له كلم في تلميذ بيسال عليك. فاي بي بيروح للشاب وبيقول له انت جاي تتعلم؟ قال له اه. قال له بس مش عارف ايه اسلوب الوينج تشون ده، ممكن تبدا قتال معايا ولو هزمتني هبقى تلميذ من تلامذتك. فبيوافق اي بي وبيقول للشاب الوينج تشون ده اسلوبي انا وانا اللي ابتكرته. فكل شويه المعلم اي بي يضربه ويسال الشاب ايه رايك هتتعلم ولا لسه؟ وكل شويه عمال يتسلى عليه. فكل شويه الشاب برضه يرد عليه ويقول له لا لسه ما اقتنعتش. فالمعلم بيضرب الشاب ده بسرعه قويه جدا، والمعلم اي بي بيصد ضربات الشاب ده، بيساله برضه كل شويه هتتعلم. والمعلم اي بي كان بيضربه بسرعه جامده جدا لدرجه ان تشون مش عارف يصد ولا ضربه من ضربات المعلم. المعلم اي بي بيعلم عليه كده في وشه بضربه خفيفه كده وبرضه ما بيحرمش. المعلم اي بي بيضربه يوقعه على الارض كده ببساطه وسهوله. بيقوم الشاب وبياخد شنطته وبيمشي، وبكده بيكون التلميذ الوحيد يا عيني اللي جه الاي بي سابه ومشي، وبيزعل المعلم اي بي. بعدها بشويه بيرجع الشاب ده ومعاه مجموعه من الطلاب، فواحد من الشباب دول بيكلم المعلم اي بي وبيقول له انت شكلك كده ضعيف، ولولا ان تشون قال لي على اللي انت عملته انا ما كنتش هصدق ان انت بتعلم اسلوب الوينج تشون. وبدا القتال بين المعلم اي بي وبين الثلاث شباب دول، ومسكهم المعلم اي بي وروق عليهم اخر روقان. وبعد ما روق عليهم كل اللي يتضرب يقع على الارض وما يقدرش يقوم تاني. بعدها تشون طلع جري وراه بعد ما خدوا الطريحه التمام وترجى انه هو يعلم، وكمان الشباب اللي كانوا جايين مع شون اترجوا انه يعلمهم، واعتذروا للمعلم اي بي. وشون قال لهم يا ريت تعملوا له شاي. فالمعلم اي بي قال لهم مفيش داعي للكلام ده، لو عايزين ابقى مبسوط منكم يا ريت بس تدفعوا مصاريف الشهر وانا هبدا اعلم. وبدا المعلم اي بي يعلم الشباب دول، وجاله شباب تاني غير الشباب دول لانهم عايزين يتعلموا اسلوب المعلم اي بي. فرح شون وهو المعلم اي بي بيبص له وبدا يعلمهم فوق السطوح اللي كان مأجر. وشون بيقف جنب المعلم اي بي وبيقول له انا سمعت ان انت اتقتلت مع 10 قبل كده، هتعمل ايه بقى لو كان معاهم سلاح؟ وهو بيرد عليه بسخريه قال له اكيد طبعا هجري. بنشوف بعد كده المعلم اي بي وهو قاعد بياكل مع تشينج مراته، وهي بتقول له احنا مزنوقين ومحتاجين فلوس، يا ريت تلم المصاريف بتاع الطلاب دول لاننا علينا التزامات كتير. بيرجع المعلم اي بي للطلاب بتوعه تاني ويطلب منهم المصاريف بتاعتهم وبيلمها منهم، فمنهم اللي معاه واداله ومنهم اللي ما معهوش. المعلم اي بي قلبه طيب جدا فقال لهم خلاص اللي معاه يدفع واللي ما معهوش مفيش مشكله. رجع تاني تشينج واداها الفلوس، برضه تشينج قعدت تحسب لقيت ان الفلوس مش هتكفي كل الطلبات اللي هم عايزينها والمصاريف اللي عليها. فرد عليها اي بي وقال لها اليومين دول العمليه مش حلوه بس ان شاء الله الفتره الجايه هتكون احسن من كده. بينزل بالليل المعلم اي بي يشتري طلبات من الشارع، فبص لقى شويه شباب ماسكين تشوان وعمالين يضربوا لان تشوان سرق اكل منه، وابنه تشاو بيحاول يحوش عنه الناس دي وهو عمال ياكل. بسرعه بيجري المعلم اي بي وبيحوش عنه وبيقول لهم في ايه؟ قالوا له الراجل ده سرق مننا الاكل. قال لهم بكام يعني؟ شوفوا بكام وانا هدفع الحساب بتاعه. بعدها بياخد تشاو ابن تشوان وبيروح عنده بيلاقيه قاعد وعمال ياكل ومش داري بالدنيا، لانه بناء على الطلقه اللي خدها في دماغه مش فاكر اي حاجه ولا عارف اي حاجه، بقى مجنون يعني. فضل المعلم اي بي يفكره بنفسه ويقرب منه وبيقول له تشوان انت فاكرني انا اي بي؟ طبعا تشوان دماغه مسافره في حته تانية
ففضل يزعق للمعلم اي بي ويضرب فيه ويقول له ابعد عني. اي بي طبعا بيعتبر نفسه هو السبب في اللي حصل لصديقه تشوان اللي هو صاحب المصنع لو تفتكر، وقعد يبكي عليه. وقعد بعد كده مع تشاو يحكي له عن اللي حصل واحوالهم المتدهوره قوي دي، وقال له انه احيانا بيلاقي شغل واحيانا تانية ما بيلاقيش، وممكن نفضل باليوم واليومين ما نلاقيش ناكل. فالمعلم اي بي قال له يا ابني ما تشيلش هم، انا هساعدك ما تقلقش يا تشاو. بعدها المعلم اي بي بياخد تشاو وبيروح لصاحب الجريده اللي ساكن مع المعلم اي بي في نفس المبنى اللي هو فيه، وبيوصي عليه عشان يشغله معاه، وفعلا بيبدا يشتغل تشاو في الجريده. بنشوف بعد كده شون واخد الاعلانات بتاعه المعلم اي بي وعمال يلزقها على الحيط. بنشوف بقى شاب غلس بيقف جنب تشون كده وبيقول له ايه اللي انت بتحطه ده، شيل الاعلانات دي، انا في مدرسه هونج. شون رد على الشاب ده وقال له طب وانت ايه اللي مضايقك، انت مالك ومال الاعلان؟ فقال له يا حبيبي الاعلانات اللي انت بتحطها لا بتغطي على الاعلانات بتاعتنا. فشون قال له بقول لك ايه، ما تيجي اوريك اسلوب الوينج تشونج. قال يعني كان فاكر انه لما يضرب الشاب ده هيقتنع. راحوا الشارع اللي ورا وقعدوا يتقاتلوا مع بعض، وكان شون اسرع وعمال يصد ضربات الشاب ده، وكان ضربه ضربه برجله كده، بس تشون كان اسرع منه وردها له بسرعه وضربه ولزقه في الحيط. وبدا شون يطبق عليه الحركات اللي اتعلمها من المعلم اي بي، وبيضربه بسرعه كبيره جدا ووقعه على الارض، وقال له استسلم يا ابني احسن لك. الواد عنيد وقال له لا برضه مش هستسلم. طبعا باقي الشباب اللي مع الشاب ده هاجموا على شون وكلوه حته علقه محترمه. بنشوف اي بي وهو على السطوح وبيعلم الطلاب بتوعه، وفي شباب داخلين عليه واللي قالوا للمعلم اي بي ان تشون تلميذك ضرب اخونا واحنا مسكناه وخدناه عندنا ومش هنسيبه لما تدفعوا من اللي عمله شون. المعلم اي بي شرب الشاي بتاعه وخد بعضه وراح للمكان اللي حابسين فيه تشون، ولما وصل هناك قابل الشاب اللي تشون ضربه. فالشاب ده سأل المعلم اي بي وقال له هو انت المعلم بتاع تشون وانت اللي بتدربه على الحركات دي؟ رد عليه المعلم وقال له ايوه حبيبي، ممكن يكون ده سوء تفاهم حصل بينكم وبين بعض وانتهى الموضوع، يعني الحكايه بسيطه، ممكن تطلع شون وتسيبه ونتكلم مع بعض. طلعوا له تشون من الحوض بتاع الميه وسالوا المعلم اي بي ايه اللي حصل، فتشون حكى له اللي حصل بينهم وبين بعض، وانه ضرب الشاب ده لوحده، لكن الباقي اتلموا عليه وضربوه كتفوه وخدوه عندهم، وقال لهم انتوا شباب واتقتلتوا مع بعض والموضوع خلص، خلينا اتكلم مع المعلم بتاعكم. فالشاب ده ريح شويه وقال له بقول لك ايه، انت جاي تاخد شون؟ قال له اه. قال له طب فين الفلوس؟ قال له ما معيش. الشباب اللي واقفين ما بيقتنعوش بكلام المعلم اي بي وبيبداوا يهجموا عليه هو وشون تلميذه. اتلم عليه الشباب اللي موجودين وبدا يضربوا في المعلم اي بي، وتشون واقف ورا المعلم. بدا الشباب دول يلموا بعض ويلموا الاسلحه ورايحين يهجموا على المعلم اي بي، فمسك واحد منهم وضربه بسرعه وقعه على الارض. وبنشوف شون ولما بينط فوق وبيحاول يوقع الخشب ده على الشباب اللي بيهجموا عليه، وفعلا كان الشباب اللي بيهجموا على المعلم اي بي وشون عددهم كبير جدا ومش قادرين عليهم، والمعلم اي بي لوحده عمال يصد، ومن كتر العدد الكبير اللي بيهاجم اي بي مسك طاوله الخشب دي وقعد يطوعها كده حواليهم عشان يضرب منهم اكبر عدد ممكن. وبنشوف شون وهو ماسك واحد من ظهره بيحاول يضرب بيه الشباب او يصد بيه الضربات اللي بتيجي عليه. بتيجي مجموعه تانية تهاجم المعلم اي بي، لكن بيمسك الطاوله برضه بيحاول يضربهم وبيتسلى عليهم، وبالصدفه المعلم اي بي بيقع في ايده سيفين فبياخدهم وبيفك ايد شون. فتشون لما بيقف في ظهر المعلم اي بي قال له اوعى تبعد عني، خلينا نقاتل مع بعض. المعلم اي بي قلب السلاح على ظهره علشان ما يعورش حد، والعدد بيزيد اكتر واكتر وبيتسلى عليهم المعلم اي بي وبيضربهم، وقال لشون بسرعه حاول تهرب من هنا. ولما بيجري شون هو والمعلم اي بي ورا منه بيقابل جين وهو جايب ناس معاه جايين يتقاتلوا مع الشباب اللي بيقاتلوا المعلم اي بي. بسرعه خد المجموعه اللي معاه ووقف قدام الشباب اللي عايزين يتقاتلوا، فضل يعمل شويه حركات كده قال ايه بيبعدهم عن المعلم، وحذرهم اي واحد فيكم يقرب من المعلم اي بي او يتقاتل معاه. وطلب جين من المعلم اي بي انه ينسحب وياخد تلميذه ويمشوا من المكان. كله بيتفاجئ لما بيجي المعلم هونج هو وتلاميذه، لان هو صاحب المدرسه اللي فيها الشباب اللي كانوا بيتقاتلوا مع المعلم اي بي. فتلميذ المعلم هونج ضحك عليه وقال له شفت تشون جايب المعلم بتاعه علشان يضربنا هنا في منطقتنا. فالمعلم هونج قال له وانت كمان انت مين وانت ايه اللي جايبك هنا وتعمل ايه، امشي من هنا. فبيسال المعلم هونج المعلم اي بي وبيقول له انت مين؟ قال له انا المعلم اي بي. قال له اسلوبك ايه؟ قال له انا اسلوبي الوينج تشون. وقال له بصراحه شديده طلابك هم اللي بداوا قتال تلاميذ، وان شون تلميذي ده ضرب تلميذه. فتلموا عليه باقي الشباب وضربوه وجابوه لهنا. طبعا المعلم هونج اتعصب من كلام المعلم اي بي وقال له انت تقصد ان اسلوبك في القتال افضل من اسلوبي؟ هو مين اللي سمح لك اصلا انك تفتح مدرسه؟ فانت تعرف انك لازم تقبل التحديات بقيه المعلمين بتوع المدارس التانية عشان تبدا تفتح مدرسه. ده ممكن تقدر تفتح مدرسه بس ده في حاله انك لو فزت اصلا. بيوصل الشرطي وبيقول لهم كلبشوا كل اللي موجودين وقبضوا عليهم وهاتوهم الاسم. بيروح الشرطي والمعلم هونج عشان يقابلوا القائد الانجليزي واللي بياخد منهم فلوس عشان يقدر يمشي لهم امورهم ويخلي لهم كل حاجه زي
زي الفل، واللي بيسالهم وبيقول لهم صلت الملاكمه اللي انا طلبتها اخبارها ايه؟ فالمعلم هونج قال له احنا بنجهز كل حاجه ما تقلقش. فهونج بيرجع يسال الراجل الانجليزي ده وبيقول له نسبتي كام؟ فالراجل الانجليزي بيطنشه. المعلم هونج بيحس بالاحراج وبيسيبوه يمشي. بيرجع الشرطي يساله وبيقول له هو نسبه المعلم هونج كام؟ برضه بيطنشه وما بيردش عليه. بنروح للمعلم اي بي، هو محبوس في الاسم وهو بيعتذر لجين عن اللي حصل وقال له معلش. فجين قال له لا ولا يهمك، ده لولا نصيحتك انت انا ما كنتش رحت للطريق المستقيم واشتغلت وبقيت انسان وجيت هنا لهونج كونج. بعدها بنشوف واحد من الاسم رايح لبيت المعلم اي بي وهو بيقول لمراته تعالي لجوزك وادفعي له الكفاله عشان يطلع من الحبس. فراحت تشينج تدور على فلوس فلقت ان الفلوس مش هتكفي، فراحت للراجل صاحب الجريده جارهم اللي معاهم في المكان وترجته انه يروح معاها الاسم عشان يدفع كفاله المعلم اي بي ويطلع. بنرجع تاني للسجن وشون عمال يضرب في الحديد ومتغاظ وهو بيقول انا لما اطلع لازم امسك العيال دي واروق عليهم. فالمعلم اي بي بيقول له يا ابني بلاش كده، انت كده بطريقتك دي هتبقى زيك زيهم. ده جين كمان قال له انت لسه صغير يا ابني، فكر كويس وبلاش الاسلوب ده، مش كل حاجه فيها قتال. توصل تشينج لاسم الشرطه هي وجينج عشان يدفعوا الكفاله. تشينج بتبقى متاثره قوي لحبس المعلم اي بي وبتبكي، وبتيجي مرات جين كمان عشان تدفع له الكفاله. وبكده بيخرج المعلم اي بي وجين وما بيبقاش غير شون بس اللي في الحبس. فبيسالوا المعلم اي بي انت ما معكش فلوس تدفع كفاله او حد من اهلك يجي يدفعها لك؟ قال له لا. فبيروح المعلم اي بي لجينج وبيقول له لو سمحت ممكن تدفع لشون تلميذي ده الكفاله عشان يطلع من هنا؟ فجينج رد عليه وقال له انا ما عملتش حسابي ومعيش فلوس كفايه. فبيسمع جين الكلام وبيقول لمراته هاتي فلوس عشان ندفع الكفاله للشاب ده عشان يطلع من هنا. فمراته بتبقى زعلانه ومتضايقه منه. بالفعل مراته بتديله الفلوس وبيطلع شون من الحبس. بعد كده بنروح لبيت المعلم اي بي وبنشوف تشينج واللي بتقول للمعلم اي بي انت مش ملاحظ ان الموضوع صعب قوي؟ فقال لها ما تحمليش هم، انا واخد ميعاد من المعلم هونج ان انا اقابل المعلمين بكره واتفاهم معاهم عشان ابدا افتح مدرسه. تاني يوم كل المعلمين بيبقوا مجتمعين ومجهزين كل حاجه ومنتظرين المعلم اي بي. المعلم ده كان اسمه ليو وكان عمال يستهزأ ويقلل من شأن اي بي لحد ما بيوصل اي بي وبيدخل عليهم وقال لهم هونج هو ده المعلم اي بي اللي انتم مستنيين وجاي النهارده يقبل التحديات بتاعتكم عشان يبدا يفتح المدرسه بتاعته. وقال لاي بي ان شروط المسابقه هو انك لو استسلمت او لو وقعت من على الترابيزه تعتبر مهزوم ومش هينفع تفتح مدرستك، لازم تنتصر او تفضل فوق الترابيزه لحد ما ينتهي التحدي. وعند الشباك بيعرف تشاو يفتح الستاره بالراحه وبيصور المعلم اي بي لما يبدا القتال. بالفعل بيطلع المعلم اي بي فوق الترابيزه ويبدا يطلب تحدي المعلمين وبيقول لهم المعلم هونج مين اول واحد هيبدا التحدي. طبعا كل المعلمين ضاربين العواف ومطنشين ومحدش عايز يطلع. قام المعلم ليو اللي عامل زي القرد ده نط فوق الكراسي لحد ما نط الترابيزه عند المعلم اي بي وبدا القتال بينه وبين المعلم اي بي وكان عاوز يضرب المعلم بي لكن اي بي اسرع منه شقلبه في الهواء وراح رازعه فوق الترابيزه. بالفعل ليو كان هيقع من على الترابيزه ويتهزم بس رجع من تاني وحاول انه يضرب المعلم لكن المعلم اي بي روق عليه قوي. ولما حاول المعلم ليو يضربه برجله شده من رجله التانيه ووقعه على ظهره على الترابيزه وراح مديله لكمه قويه جدا طيرته من فوق الترابيزه ووقعته على الكراسي. وبكده بيخسر المعلم ليو. فطلع كوميدي قوي الراجل ده قال لهم الترابيزه هي اللي اتهزت وما هزمنيش وانا اللي وقعت. تشانج اطلع له انت وحاول تهزمه. طلع المعلم تشانج ومعلم اي بي مسكه وروق عليه وكان هيقع من فوق الترابيزه. رجع عليه تشانج تاني وحاول يضربه كل قوته لكن ما عرفش يلمسه حتى. بيكون المعلم اي بي اسرع من تشانج وبيروق عليه وبيديله ضرباته ولكماته بسرعه جدا لحد في النهايه المعلم تشانج لما بيحاول يضربه برجله بيمسكه وبيلف وبيوقعه على الارض وكده بيهزم المعلم تشانج. فالمعلم هونج بيقول للمعلمين مين اللي بعده. طبعا من خلال الطريقه اللي بيتقاتل بيها اي بي كل المعلمين عرفوا ان الراجل ده مش سهل فكلهم بيعتذروا ومحدش بيرضى يطلع. طبعا المعلم هونج لما ما لقاش حد يتحدى المعلم اي بي قام هو وطلع على الترابيزه وبدا القتال بينه وبين المعلم اي بي. بدا القتال بينهم بالفعل وبدا المعلم هونج يقاتل ويهاجم المعلم اي بي وبنشوف تشاو هو ماسك الكاميرا بتاعته وهو بيصور كل اللي حصل ده وبيصور القتال اللي بيحصل بين معلم هونج وهو اقوى واحد موجود في مدينه هونج كونج وبين المعلم اي بي مان. كان المعلم هونج فعلا قوي جدا وبيحاول يسدد لكمات للمعلم اي بي لكن المعلم اي بي سريع وبيصد كل اللكمات اللي سددها له المعلم هونج. بيحاول هونج بقوته كلها الهائله انه يضرب المعلم اي بي بس برضه مش عارف يوصل له ومش عارف يضربه. اي بي خصم لا يستهان بيه ابدا لانه كان قوي جدا. بيحاول المعلم اي بي يتقاتل مع المعلم هونج والمعلم هونج نفس الوضع لحد الاثنين ما كانوا هيقعوا من على الترابيزه وبيطير الاثنين وبيضربوا بعض. يعني مره المعلم هونج يضربه ومره المعلم اي بي يضربه وداير القتال بينهم وبين بعض بالطريقه دي وهم بيتقاتلوا عمالين يلفوا حوالين الترابيزه ومن كتر قوتهم اتقسمت الترابيزه نصين واحد راح في اليمين وواحد راح في الشمال
وبكده بينتهي التحدي وكل الناس حيوهم وسقفوا لهم، وبكده بتنتهي النتيجة بالتعادل. فالمعلم هونج قال للمعلم اي بي انت لازم تدفع رسوم شهرية عشان ما يحصلكش اي مشاكل لان احنا بنعالج المواضيع دي. فالمعلم اي بي قال له انتوا طلبتوا مني التحدي وانا عملت التحدي، ولو اي حد فيكم شايف ان انا مش جدير ان افتح المدرسة يواجهني وانا مش هدفع لكم اي فلوس. فالمعلم هونج قال له خلاص براحتك، بس لو حصل لك اي مشكلة محدش هيساعدك. بنشوف المعلم هونج وهو قاعد بياخد علاجه لانه مريض بالربو. بعد كده بنروح الجريدة وبنشوف جينجو وهو رايح لتشاو وبيقول له انا مبسوط منك قوي يا تشاو بسبب الموضوع اللي كتبت فيه عن القتال بين المعلم اي بي والمعلم هونج، وان الناس كلها بقت عايزة تتعلم اسلوب الوينج تشونج بتاع المعلم اي بي. طبعا الجريدة بتقع في ايد المعلم هونج واللي شكله كده مش عاجبه الليلة دي اصلا، وبيروح طلاب المعلم هونج تاني يوم وبيقطعوا الاعلانات بتاعت المعلم اي بي. طبعا الطلاب بتوع المعلم اي بي شافوا التلاميذ بتوع المعلم هونج وهم بيقطعوا الاعلانات فكانوا متضايقين منهم وهيبدا القتال بينهم وبين بعض. ومن فوق تشون بيشوفهم وبينزل تشون ومجموعه من طلاب المعلم اي بي وبيحاولوا يهجموا على الشباب اللي بيقطعوا الاعلانات دي، والقتال بين طلاب المعلم اي بي والمعلم هونج بقى كبير قوي لدرجه انهم كسروا الشارع كله واللي فيه، وبدا السكان بتوع الشارع انهم ينظفوا ويروقوا الشارع من اول وجديد. واللي بيروح له جينجو بيعرفوا ان سكان الشارع مش موافقين انه يفتح المدرسه هنا فوق السطح. المعلم اي بي طبعا بيبلغ الطلاب بتوعه بيقول لهم احنا مش هنقدر نتدرب فوق السطح ده مره تانية لان السكان كلهم مستائين من اللي حصل، ونزل وسابهم. بنشوف المعلم هونج وهو بيدي مكافاه للطلاب عشان اللي عملوه في طلاب المعلم اي بي وانهم خلوه قفل المدرسه بتاعته. اي بي في نفس الوقت بيوصل عند المعلم هونج واللي بيحاول يتكلم معاه واللي كان فاهم الموضوع وقال له مهما عملت برضه من اساليب معايا هفضل امارس واعلم طلابي بالوينج تشون وهعلمهم برضه حتى لو مفيش مدرسه وبرضه مش هدفع لك اي فلوس. فالمعلم هونج انفعل من كلام المعلم اي بي وقال له انت ما تعرفش حاجه، انا باخد الفلوس دي وبحاول احميكوا بيها لان انا بدفعها للاجانب. وقال للمعلم اي بي انت عدد الطلاب عندك محدود، انما لو عندك عدد كبير زي فمضطر ان انا ادفع للاجانب. عرفت انا بسالك ليه وبقول لك ادفع رسوم؟ المعلم اي بي انفعل برضه على المعلم هونج وقال له احنا ناس بنعلم طلابنا الصح. المعلم هونج ضايق قوي من كلام المعلم اي بي وقال له طالما كده وريني بقى الاسلوب بتاعك. وبدا القتال بين المعلم هونج والمعلم اي بي. لما اشتد القتال كان ابن المعلم هونج جاي وماسك مصاصه في ايده ولسه المعلم هونج هيضربه، شدوا المعلم اي بي من قدامه وكانت زوجته واولاده داخلين المكان. طبعا اي بي اخلاقه عاليه جدا فوقف القتال وادى الولد لابوه. بيمشي اي بي وبيرجع لبيته تاني وبنلاقي تلاميذه جايبين الستاند بتاع الضرب ورايحين له بيه البيت. وقعد شون مع المعلم اي بي يعتذر له ويتاسف له عن اللي حصل، وقعد المعلم اي بي يحكي لتشون عن جين اللي كان معاهم في السجن وعن المشاكل اللي كان جين دايما يسببها له ويعملها له. تاني يوم الصبح بنشوف المعلم اي بي وهو واخد الطلاب بتوعه بيعلمهم في الشارع، وبيوصل المعلم هونج وبيقعد كده على جنبه وبيتفرج عليهم. طبعا زي ما قلنا ان المعلم اي بي اخلاقه عاليه جدا، لما شاف المعلم هونج قاعد راح له عشان يسلم عليه. فالمعلم هونج طلع له تذكره وقال له يا ريت تحضر المسابقه دي اللي هيتقاتل فيها بعض الصينيين والاجانب، وعلى فكره المكان اللي انت اخترته ده كويس. بعدها بنشوف المعلم هونج وهو عند الحلبه واللي الطلاب بتوعه بيجهزوها للاجانب، وبيدخل الشرطي هو والاجانب اللي معاه عشان يشوفوا التجهيزات وحصل ايه في المكان. والمعلم هونج لما لقى ميلر داخل وراهم فحاول يسلم عليه، ميلر طنشه واداله الطرشه وما سلمش عليه وقلل منه. راح المعلم هونج للشرطي فاتسو وقال له احنا هناخد فلوسنا دي امتى اللي صرفناها عليهم؟ ففاتسو قال للمعلم هونج بعد ما خرجت انت انا حاولت اساله برضه واقول له الفلوس بتاعتنا فطنشني مش عارف اعمل ايه. اقول لك تعالى ناخدها المره دي بجميله والمره الجايه نحاول نلم فلوسنا. اتعصب هونج فراح كلم الراجل الانجليزي وقال له فين فلوسي؟ مش انت وعدتني ان لو عملت الحلبه هتديني فلوس؟ الراجل الانجليزي اتعصب على المعلم هونج وقال له امشي مش عايز اشوف وشك. رجع المعلم هونج للشرطي فاتسو واتعصب عليه وكان صوته عالي وقال له انا مش مكمل اي شغل هنا. فالانجليز بصوا له وقالوا له خلاص طالما مش هتكمل شغل الحلبه يبقى مش هتعمل اي شغل تاني في مدينه هونج كونج. ده كمان ميلر اتعصب منهم لما لقى صوتهم عالي وهزقهم وشتمهم. طبعا تلاميذ المعلم هونج اتضايقوا لما لقوا ميلر واقف فوق الحلبه ويزعق للمعلم بتاعهم، فخدوا بعض كلهم وطلعوا بره المكان. فرجعهم المعلم هونج مره تانية عشان الاجانب ما يعملوش اي مشكله فيما بعد، وبكده يكون المعلم هونج صرف كل المصاريف دي على حسابه وخد على قفاه ومحدش اداله ولا تعريف. بالليل بنشوف المكان والحلبه منصوبه وبيبدا التلاميذ يستعرضوا اساليب الفنون القتاليه فوق الحلبه، وبنشوف المعلم هونج وهو رايح للمعلم اي بي وبيقول له يا ريت تطلع الطلاب بتوعك يستعرضوا الاسلوب الجديد اللي انت ابتكرته، اهو بالمره برضو الناس تعرفك وتعرف اسلوبك وتتعرف عليك ويجي لك تلاميذ جداد. بيقعد ميلر وبقيه المعلمين يتفرجوا على التلاميذ اللي بيستعرضوا فوق الحلبه وبيعملوا عروض، فبيتريق عليهم ميلر وبيقول للي حواليه هم دول عمالين يتنططوا ويرقصوا كده ليه فوق الحلبه.
فالراجل اللي جنبه قال له دي ملاكمه بس بالطريقه الصينيه. ميلر مش عاجبه الكلام فخد بعضه وطلع فوق الحلبه وقال للطلاب اللي موجودين اضربني كده. فالشاب ده ضربه. ميلر قال له لا مش كده، اضرب جامد. ميلر فعلا كان قوي جدا وما تهزش ولا اتحرك في دماغه شعرايه. فميلر استهزأ بيه وراح واكله بنيه وقعه على الارض، ومسك بقيه الشباب اللي موجودين وبدا يتقاتل معاهم وضربهم كلهم. قعد ميلر طبعا يتريق عليهم ويتريق على الفنون القتاليه والاساليب اللي بيستخدموها الصينيين، وقال لهم المفروض انكم كنتوا ترقصوا احسن ما بتعملوا الاساليب اللي انتوا بتعملوها دي. طبعا المعلمين ما عجبهمش الكلام ده والحلبه بدات تتملي بالناس وعاوزين يمسكوا ميلر يضربوه. شون بيلاقي حته كده بيروح طالع من ورا ميلر وبيتسلل له وعايز يضربه، فميلر بيروح ملفوت له واكله بالبنيه وموقعه على الارض. طبعا المعلم هونج والمعلم اي بي بيشوفوا الكلام اللي بيحصل بسرعه بيطلعوا فوق الحلبه عشان يفضوا الموضوع ده. طبعا ميلر رخم بقى مش عاجبه الكلام ده، لقى الاثنين افتكر ان هم جايين يضربوه بس ميلر رخم وبيضربه، فهونج من غيظه منه راح واكله ضربه في بطنه ورجعه ورا. فالمعلم هونج قال للمترجم قول لميلر لو العرض اللي احنا بنعمله فوق الحلبه مش عاجبك خد بعضك وامشي من هنا، ولازم كمان تعتذر لنا كلنا وتعتذر للناس اللي انت ضربتهم، لو عايزين نعتذر قتلوني وهزموني وانا اعتذر لكم. طبعا المعلم هونج ما بيعجبوش طريقه ميلر في الكلام فنزل كل الناس اللي كانت على الحلبه وتحدى ميلر انه يضرب، وبيبدا القتال فعلا بين المعلم هونج وبين ميلر، وبيمسك المعلم هونج ميلر وبيديله ضربات سريعه جدا، ولما هجم عليه المعلم هونج تاني ميلر راح ضارب المعلم في وشه، والحكم بيرجع كل واحد للركن بتاعه. اي بي بيقول له اضرب عضله الدراع من جوه لانه واضح انه بيعتمد على كل قوته في دراعه وبكده هتشل حركته. بتبدا الجوله الثانيه وبيبدا القتال بين المعلم هونج وميلر الرخم، وبتبان براعه المعلم هونج لما بيضرب ميلر وبيرجعه ورا. ميلر بيسدد لكمه قويه جدا لوش المعلم هونج. المعلم هونج من قوه الضربه وقع على الارض وبدا الحكم يعد عليه. بيقوم المعلم هونج من على الارض مره ثانيه وبيقف على رجليه وبيكمل قتال مع ميلر الرخم وبيمسكه وبيحدفه في الكورنر. المعلم هونج بيبقى قوي جدا بس ما ننساش انه كان مريض بالرو، وعلى الرغم من كده فضل المعلم هونج كمل القتال بتاعه وبتخلص الجوله الثانيه. المعلم اي بي بسرعه بيروح له وبيقول له ارجوك يا معلم هونج وقف القتال ده. فالمعلم هونج قال له انا مش بقاتل ليا، انا بقاتل عشان انا بدافع عن شرف الفنون القتاليه. بتبدا الجوله الثالثه بين المعلم هونج وبين ميلر الرخم، والمعلم هونج بياخد نفسه بالعافيه وميلر بيعرف كده وبيتسلى عليه وبيسدد له لكمات في وشه، وبيفضل ميلر يضرب في المعلم هونج ضربه بيوقعه بيها على الارض. وهو واقع شاف المعلم اي بي وهو ماسك الفوطه وهيرميها عشان يعلن فوز ميلر، لكن المعلم هونج اترجى انه ما يعملش كده وقام تاني من اول وجديد. هو بيتنفس بصعوبه مسك ميلر من رقبته وحاول يضربه، فميلر واخد باله ان المعلم هونج مش قادر ياخد نفسه ففضل يتسلى عليه ويضربه في وشه لحد ما وقع على الحبال. وتقدر تقول ان ميلر لاعب ما عندهوش اخلاق رياضيه، فضل يضرب في المعلم هونج لحد ما وقع على الارض، والمعلم هونج مش قادر ياخد نفسه لانه مريض بالربو. وفضل المعلم هونج يتحمل ضربات ميلر، كل الناس الطلاب بتوعه واللي حواليه بيقولوا له استسلم وهو مش عاوز يستسلم، وفضل ميلر يضربه لحد ما خلص عليه خالص ووقع المعلم هونج لحد ما مات. وبيبقى واقف المعلم اي بي وهو مصدوم، وميلر واقف بيتفخر بنفسه او من فوزه على المعلم هونج، وفضل ميلر واقف فوق الحلبه يتريق عليهم. بعد كده بنشوف المعلم اي بي وهو رايح جنازه المعلم هونج وهو مش مصدق اللي حصل وان المعلم هونج مات، وبدات الاخبار كلها تتكلم عن اللي حصل. طبعا الاجانب بيبقوا متضايقين جدا من اللي حصل وبيمسكوا الراجل ده ويهزقوا. طبعا القائد الانجليزي بيبقى متضايق قوي من اللي اتنشر في الصحف، فبيبعت يجيب جنج وبيحبسه وبيفضل يضرب فيه وبيقول له انت ليه نشرت الكلام ده، وفضل يضربه على ايده اللي كتبت الاخبار دي. فبيدخل فاتسو وقال للقائد الانجليزي انت كده هتبوظ سمعتك اكتر، سيبهولي وانا هتعامل معاه ومش هخليه يعمل كده تاني. الانجليز من الناحيه التانيه عملوا لقاء صحفي عشان يبرروا ويبرئوا نفسهم، وقالوا ان هونج ما قدرش يصد لكمات المهاجم ميلر، المعلم هونج هو اللي اتحدى ميلر. واحنا دلوقتي من خلال المؤتمر ده بنعلن عن منافسه وبنقول ان في تحدي بين ميلر وشوفوا مين اللي هيقتله ويتحداه. ميلر برضه برخامته عمال يتحداهم ويستهزأ بيهم ويتريق عليهم وبيستهزأ بتقاليدهم الصينيه. بيوصل المعلم اي بي وهو متضايق جدا بيخش وسط الناس ووسط الصحفيين وبيقول له انا اللي هتحداك. بنشوف تشينج وابنها وقالت له اوصيك انك تتدرب كويس وعايزاك تفوز لان دي سمعتنا ولازم ننقذها. وبيروح المعلم اي بي يتدرب. وبنشوف الشرطي فاتسو وهو رايح الجريده الجينج وقال له انت عملت لنا مشاكل صحيح المره اللي فاتت، بس انا هدي لك كل المعلومات اللي تغذيك واكتبها عن ولاد الذين الانجليز دول وعايزك تفضحهم. بنشوف تشينج مرات اي بي وهي خلاص هتولد وابنه رايح يقول له، فبتقول له استنى ما تعرفوش ما تشغلوش دلوقتي هو بيتدرب عشان هو عنده تحدي. بنرجع تاني للمعلم اي بي وهو عمال يتدرب وبقوه شديده جدا ومركز قوي. وبتعدي الايام وبيجي وقت القتال، وطبعا الراديو كان بيذيع التحدي اللي بين ميلر الرخم وبين المعلم اي بي. بنشوف المعلم اي
اي بي وهو على الحلبة لما طلع وبيبقى مستعجل وعايز يهجم على ميلر ويخلص عليه. الحكم بيرجعه تاني للكورنر بتاعه. طبعا كل الاجانب اللي قاعدين بيتريقوا على اي بي وعلى انه مش عارف اي حاجه. بيبدا الحكم يصفر وبيبدا القتال بين ميلر وبين المعلم اي بي وبيبقى قتال جامد جدا. وميلر بيسدد لكمات قويه جدا للمعلم اي بي لحد ما بيمسك المعلم اي بي من ايده وبيحدفه الناحيه الثانيه وبيوقعه على الارض. وبسرعه بيجري على المعلم اي بي وبيسدد له لكمات جامده جدا. وبيمسكه تاني ميلر من ايديه وبيوقعه على الارض وبيسدد له لكمات اقوى. وفضل يديله لكمات في وشه وفي الاخر المعلم اي بي بيقع فعلا على الارض. بنشوف المعلم اي بي وهو واقف بعد ما وقع على الارض. وبنشوف تشينج لما ولدت وشايله ابنها على ايدها. بنرجع تاني لميلر الرخم واي بي وميلر عمال يسدد لكمات قويه جدا للمعلم اي بي. المعلم اي بي ذكي مسك رجل ميلر وفتحها كده وقعه على ظهره وضربه بس ميلر قام تاني لانه قوي جدا. وبتخلص الجوله الاولانيه وبتبدا الجوله الثانيه. بيقوم المعلم اي بي بقوه جامده جدا وبسرعه شديده قوي بيسدد لكماته لميلر لدرجه ان ميلر ما بقاش عارف يصد ضربات المعلم اي بي. وراح المعلم اي بي مديله ضربه في وشه وواحده بالرجل كده راح مرجعه على الحبال. فميلر من تاني يمسكه ويوقع الاي بي ويكمل ضرب فيه. فبرضه اي بي عمال يسدد له لكماته وهو على الارض وبيطلع فوق ميلر وبيضربه بس ميلر جسمه قوي جدا بيقلب المعلم اي بي على الارض. وبتخلص الجوله بس ميلر بيسدد لكمه قويه جدا للمعلم اي بي حتى بعد انتهاء الجوله. الخواجات لما شافوا ميلر ضعف قدام ضربات المعلم اي بي فاجتمعوا مع بعض وقرروا انهم يفرضوا على المعلم اي بي انه يستخدم ايديه بس وما يستخدمش رجليه في الضرب. والحكم طبعا بلغ المعلم اي بي. بدات الجوله وبدا القتال تاني بس المعلم اي بي نسي انه اتفرض عليه انه ما يضربش برجليه فضربه ضربه كده. فالحكم رجعه وفكره وقال له مش احنا قلنا بلاش استخدام الرجلين الايدين بس. برضه ميلر ندل والحكم بيكلمه راح ناتش المعلم اي بي ضربتين كده موقعه على الارض. بيقع المعلم اي بي على الارض وبيفتكر لما كان المعلم هونج واقع على الارض وما كانش عايز يستسلم. وكمان المعلم هونج لما قال له هو مش بيدافع عن نفسه هو بيدافع عن شرف الفنون القتاليه الصينيه. بنشوف المعلم اي بي وهو قايم بصعوبه قوي من على الارض لكن بيقف على رجليه مره تانية. وافتكر كلامه وهو بيقول لهونج لو ضربته في عضله الدراع هتشل حركته. بدا المعلم فعلا يمسك دراعات ميلر الرخم ويبدا يسدد لكمات قويه جدا ليها لحد ما فعلا شل حركته. ميلر من كتر الضربات اللي اتسددت له ما بقاش قادر يرفع دراعاته ولا قادر يضرب المعلم اي بي. وكل ما المعلم اي بي يفتكر المعلم هونج وكتر الضربات اللي كان بيديها له ميلر ما كانش بيرحمه وبيضربه مش بايد واحده لا بايدين الاتنين. وضربه كمان في راسه وفي رقبته وراح ماسكه ومنزله بين رجليه اللي ما بيضربش بيها اهو. وراح مسدد له لكمات قويه الاف اللكمات في اقل من ثانيه. وهو بيضربه عمال يفتكر المعلم هونج بس مش من اخلاق المعلم اي بي انه يقتل حد فكفايه عليه انه اتهزم وسابه مرمي على الارض. وقف الحكم جنب ميلر وعدى عليه وبيعلن الحكم فوز المعلم اي بي على ميلر الرخم. وبيرد فعلا شرف الفنون القتاليه الصينيه وكل الصينيين اللي بيسمعوا الراديو واللي حواليه وفي الجريده مبسوطين جدا من فوز المعلم اي بي. طبعا القائد الانجليزي لما جه يمشي وقف فاتسه في وشه وقال له رايح فين؟ انا عرفت كل فضايحك للقياده الانجليزيه وانت مطلوب. اي بي بيقف فوق الحلبه وبيكلم كل اللي كانوا موجودين من صينيين او انجليز وبيقول لهم ان الرياضه اخلاق مش ضرب والسلام ومش فرد عضلات. بسرعه المعلم اي بي بينزل من على الحلبه وبيرجع بيته عشان يرجع ويشوف تشينج وابنه الجديد. وبيتبسط قوي لما مراته بتقول له ابنك اهو. وبيشيله بين دراعاته وبيبقى فرحان بيه قوي. وبتعدي الايام وبيجي تشاو مع طفل صغير كده واللي بيجي لعند المعلم اي بي وبيقول له انا عاوز اتعلم الفنون القتاليه. فالمعلم اي بي قال له يا حبيبي انا مش هقدر اعلمك دلوقتي ارجع لي لما تكبر يعني بعد كام سنه كده تكون كبرت. صحيح هو انت اسمك ايه؟ وبكده ينتهي فيلمنا وربنا ما يحرمنا ابدا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك ولو وصل الفيديو ل50,000 لايك هتلاقيني منزل لك الجديد.